السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم. وصفتنا لنهار اليوم البنات هي عصبان المحلات اللي طلبتوني عليه بكثرة، بالرغم من انني حطيته معكم شاركته معكم العام الماضي، لكن كانت طريقة شوية مختلفة. هذا المرة البنات جبت لكم عصبان المحلات الوهراني ولا المعسكري ولا المستغالمي، يعني هو خاص بالغرب، ساندويتش العصبان ولا عصبان المحلات. شوفوا البنات، واحد البنه مميزه لواحد الدرجه، يعني قد ما نحكي لكم عليه ما نوفيش. نتمنى ان شاء الله تتبعوني البنات للاخير، وما تنسونيش من الليجام البنات والضغط على زر الجرس، وفعلوا يعني خاصيه الكل باش يوصلكم كل جديد. ونروحوا نبدو بسم الله على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. وما ننسوش الصلاه والسلام على رسول الله، راهي طريقه جد سهله. اول حاجه البنات هنايا نوري لكم قطع تاع الدواره. انا هنايا راني منظفتهم بيان سور بالخل، وراني مقطعتهم قطع صغيره بالمقص باش يطيبوا لي بسرعه. اذا البنات عندي، راكم تعرفوا الدواره شافيها البنات فيها قطع تاع الريه، انا قطعتهم قطع صغيره بيان سور، راني غليتها بالماء والملح. وعندي هنا قطع تاع الكرشه، قطع تاع المصران الصغير، قطع ايضا تاع المصران الكبير، وشويه من عين الدواره. هنا ما درتش الشحم البنات، تاع المحلات يكثروا فيه الشحم بزاف، على ذيك تجي ميدمه ويعني تقهم واحيانا نضركم شويه. عندي هنا تقريبا راس تاع الثوم، حبه ونص بصل كبيره، شويه تاع الزيت حوالي نصف كاس تاع الشاي، وعندي البنات هنا حبه طماطم كبيره طريه مبشوره، وعندنا الحشيش نحتاجو كميه تكون مليحه تاع المعدنوس مع القزبر. ضروري القزبر البنات، خاصه القزبر يعني في زوج ضروريين. وعندي هنايا قطعه صغيره تاع اللحم المفروم، ما راهيش ضروريه البنات، تقدروا تستغنوا عليها. كما حضرت معكم الفيديو اللي حطيته العام الماضي، درت القطع تاع اللحم، هذا المره جبتها لكم بلا فيونداج. والتوابل البنات، التابل الرئيسي هو راس الحانوت، وعندي الزنجبيل، عندي ايضا الكمون ضروري جدا البنات في هذا العصمان، وعندي فلفله حمراء اللي هي الفلفل العكري مع الفلفل الاسود. هذو هما التوابل اللي نحتاجهم، ما نحتاجوش توابل اخرى. اذا البنات الحاجه المهمه في هذا العصبان ايضا هي الروز. هنا غليت الروز بشويه تاع الرند، شويه كبابه، شويه ملح فلفل، وصفيته، يعني ما لازمش يكون طايب بزاف. وهنايا رحت للكوكوت تاعي. الطريقه تاعي عفوا البنات انا تختلف، يعني جبت في الكوكوت تاعي وضعت شويه تاع الزيت، وضفت عليها هذاك حبه وبصل ونصف، قليتهم مليح مع قطع تاع الثوم، يعني درت حوالي 4 قطع، وراني نوضع الدواره تاعي ونقلي فيها. لو لاحظتوا انا الطريقه تاعي تختلف، كان اللي يدير البصل يكون يعني البصل ما يكونش مقلي، يديروه ديريكتومون هكذاك. شوفوا البنات نتوما جربوا هذيك الطريقه تاع البصل، يعني ما تقلوش، وجربوا هذه الطريقه، يعني ذوق مختلف تماما. راكم تعرفوا من نقلوا البصل مع الثوم نزيدوا نقلوا شويه هذيك تاع الدواره، يعني تمد لنا واحد الصلصه روعه البنات، يعني واحد البنه ما شاء الله. تقدروا ديروا يعني بارد في بارد، لكن نتوما تجربوا هذه الطريقه تاع اللي تقلوا بها. عفوا البنات، نضيفوا كميه تكون مليحه، يعني حوالي ملعقه كبيره تاع راس الحانوت. رايحين يعني هذه مرحله اولى لنا نضيفوا فيها التوابل، رايحين من نطحنوا الدواره تاعنا نضيفوا ايضا التوابل. راني درت راس الحانوت كما قلت لكم البنات، ونزيد نضيف كمون ايضا ملعقه تكون ممتلئه كبيره. عندنا ملعقه تاع راس الحانوت كبيره وملعقه تاع الكمون كبيره، ونزيدوا الفلفل يعني حوالي نصف ملعقه صغيره، فلفل اسود طبعا، ونزيدوا هنايا الزنجبيل، عندي ايضا نصف ملعقه صغيره تاع زنجبيل مطحون، ونزيدوا الفلفل العكري اللي حنا نقولوا له في الغرب الفلفله الحمراء ايضا ملعقه صغيره. في هذا لو طون راني منقصه على النار البنات، ونزيدوا بيان سور ملعقه صغيره تاع الملح تكون معمره، يعني رايحه في هذه الكميه يجيكم جوست في المعدن. ونزيدوا البنات نصف ملعقه كبيره، هذه ما ذكرتها لكمش في المقادير عفوا، نصف ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، ونبقوا نقلوا مليح هذا الخليط تاعنا تاع الدواره مع التوابل.
وبعد اللي حسيت الخليط تاعي تقلى مليح البنات، نضيفوا الطماطم المبشوره اللي قلت لكم حبه كبيره تكون طريه هكذاك البنات. كما راكم راح تلاحظوا نخلوا هذاك العصبان تاعنا يتكتك يمد هذيك لاصوص تاعه. كما فهمتكم ما رانيش دايره الشحمه، راني دايره قطعه صغيره فقط من عين الدوار. اذا ونجيبوا نمرقوا بالماء ساخن، لكن البنات ما نكثروش جوست باش يتغطى لنا هذيك الدوارات تاعنا. ما تكثروش الماء، حنا رانا نحتاجو بتيت صوص يعني مرق عاقد قليل، حاجه قليله باش نسقوا به العصبان تاعنا من ندخلوه للفرن. بيان سور نقفلوا على الكوكوط تاعنا ونديروا البوشون ولا الصفارات تاع الكوكوط ونخلوه حتى اللي يطيب، لكن ماشي حتى اللي يطيب بزاف يعني غير تشوفوا هنا البنات هذيك الكرشه طابت سي بون نطفوا عليه ونصفوا. انا صفيته في هذا الباسوار كما راكم تلاحظوا. استخلص المرق تاعي حوالي بول كما راكم تلاحظوا فيه، وهذا هو الدوار تاعي بعد اللي طابت. شوفوا اللون تاعها كيفاش راه شبه. هنايا البنات المرق تاعي راه شويه يعني تخثر معايا شويه جمد لي، راح غير ندفيه شويه باش فيما بعد نسقي به العصبان تاعي. انا راح نطحنه في الروبو مولينكس القديم المعروف تاعنا تاع زمان البنات، اللي عندها البنات يعني الطحانه اليدويه يعني تقدر تطحنه. بيان سور قلت لكم راه طايب العصبان، تقدروا تطحنوه ولا بهذيك الاشوار الحاجه اللي عندكم تطحنوا بها. كما تلاحظوا هنا البنات قسمت الخليط على اثنين، يعني وضعت شويه من الدواره وشويه من هذاك الروز تاع المغلي يعني الحشائش، وراح نزيد نضيف 3 فصوص تاع الثوم باسكو راكم تشوفوا المولينكس تاعي ما يرفدليش كل الكميه، على ذيك قسمتها على جزئين. اذا البنات يعني نشغلوا المولينكس تاعنا ونطحنوه مليح هذاك الخليط، وزدت ضفت الكميه الثانيه اللي تبقت لي. هنا ملاحظه البنات تقدروا كي تطحنوا الدواره عاد باش تضيفوا الارز تاعكم، يعني انا ما طحنتش مليح الارز كما راكم تلاحظوا. هنايا البنات الكميه تاع لا فيونداشي كميه قليله، يعني ما تتقيدوش بها. نضيفوا على حسابها رشه تاع الفلفل ورشه تاع الملح، ونزيدوا نضيفوا من كل التوابل رشه يعني كما راكم تلاحظوا شويه كمون شويه راس الحانوت، يعني تقدروا تضيفوا ايضا الزنجبيل والفلفل العكري، لكن انا ضفت غير الكمون كما راكم تلاحظوا وراس الحانوت، وبقيت نخلط. يعني هذيك لا فيونداشي تاعكم ما ديروهاش ما تقلوهاش البنات، يعني خلوها هكذاك يعني خضره، ديروها تمد لكم واحد البنه روعه. انا نحاول نوزعها في الخليط تاعي، وهنايا نضيف شويه من هذاك المرق كما فهمتكم حطيتها فوق النار غير لاحظتوه يعني في البدايه كيفاش كان خاثر، يعني سخنته غير شويه باش يعني نعرف كيفاش نمشيه مع هذاك العصبان تاعي. هنايا البنات جبت بلاطو تاعي هذاك اللي 40 على 35. ماذا بكم البنات كل ما ديروا هذا العصبان تاعكم يكون مبلاطي يكون رقيق يكون افضل، يعني ما ديروش خشين، لازم توزعوه في صينيه تكون كبيره. يعني طريقه سهله وحتى المبتدئات يقدروا يخدموه البنات، تاكلوا حاجه نظيفه وحاجه يعني كي تتشهوه تخدموه في المنزل. وبقيت هنايا نسقي بهذيك لاصوص، لكن ما نديروهاش كامل، نخلو حوالي 2 يعني 2 لوش هكذا ولا البنات حوالي ربع بول تاع من هذاك المرق. هنايا البنات ندخلوه للفرن، يعني نحاولوا بيان سور نعدلوا يعني الوجه تاعنا يكون متساوي هكذا كما كتلاحظوا. هذه هي الكميه اللي خليتها تاع المرق باش كي نشف في الفرن نبقى نسقي فيه من حين الى اخر. ندخله للفرن تاعي. شوفوا هنا البنات كيفاش راه يتكتك، يعني هنا حوالي مرت عليه حوالي 20 دقيقه. كي لاحظتها بدا ينشف البنات بقيت نسقي فيه، يعني لازم كميه المرق نديروها كامل ما نخلو منها حتى حاجه. هنا بعد اللي نشف لي مليح البنات شوفوا كيفاش يعني كامل الكميه كملتها، جعلت عليه من الفوق وحمرته. وهنا في هذاك لو طون البنات راني نحضر في الخبز المنفوخ اللي شفتوه يعني في بدايه الفيديو. ما قدرتش نصور لكم البنات كل الخطوات للاسف، يعني هذاك اليوم كنت شارجه بزاف. شوفوا كيفاش هنايا راه يتنفخ ان شاء الله باذن الله. يعني برك خلوا لي في التعليقات اذا نشارك معاكم هذا المطلوع.
يجي روعة 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 البنات. يعني انا بكل صراحة نستعمل عجينة البيتزا اللي يعني حطيتها لكم وصفة مكتوبة وايضا راهي في القناة. ندير فيه يعني ملعقة تاع لحظة وملعقة تاع الخل. راكم تعرفوا العجائن كامل قلت لكم نستعمل فيهم هذيك الملعقة تاع الخل باش تساعد يعني دور المحسن يعني هذا المطلوع خفيف 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 بزاف واحد الدرجه ما تصوروهاش البنات، وبنين بزاف ان شاء الله باذن الله ربي قدرني باش يعني نصور لكم كل الخطوات تاع هذا المطلوع المنفوخ يعني، لكن ماشي في الفرن كما لاحظتوا في الطاجين. هنا بعد ما طاب العصبان تاعي ودا هذاك اللون الذهبي المحمر اللي كامل تتشهوه، جبت وراني نقطع فيه راه يعني ليس طري لواحد الدرجه روعه البنات. بعد اللي فتحت المطلوعات تاوعي الصغار جبت هنايا صلصه الهريسه. كما راكم تعرفوا يعني لازم الهريسه يعني على حسب افراد العائله. كاين اللي ما يبغيش الحار ديروا غير شويه في هذيك الخبزه تبقوا هكذاك تسربوا فيه يعني تعمروا لهم فيه، تقدموه يعني مع شويه تاع بطاطا مقليه، ولا تقدروا تكتفوا غير هكذا يعني خبزه راح تشبعهم البنات وتقهمهم واحد البنه. شهيتكم في الجنه البنات، ان شاء الله برك تجربوا في اقرب وقت وتخلوا تطبيقاتكم في جروبي عبر الفيس. وراهي طريقه جد سهله مبسطه ما فيش خطوات بزاف، وعلى بالي بلي تشهوه يعني تاكلوا حاجه انقيه في الدار. وهذه هي كانت وصفتنا لنهار اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.